أبلة فاهيتة الشخصية الكرتونية بعد ما طلع متزامنا معها تصريحات أحد أفرع الإرهابيين التابعين لجماعة الإخوان الإرهابية اسمها كتائب الشهداء، طلعت بيان طلع متزامن معاه تويتة أبلة فاهيتة على الإنترنت. بتقول إيه؟ نشوف مع بعض بتقول إيه. أبلة فاهيتة: عكاشة وعبد الرحيم علي والعنكبوتي ربنا ما يقطع لهمش عادة، شباك، always هي الحل، always هي الحل. عكاشة وعبد الرحيم علي والعنكبوتي ربنا ما يقطع لهمش عادة، always هي الحل. الكلام ده في 10/2/2014 النهارده، يعني الساعة 8:05 صباحا. شكرا يا سعادة الرئيس. طبعا حضراتكم عايزين تعرفوا اولوز يعني ايه؟ يعني الكفن، تكفين. الاولوز ده الهدف منه انه بيكفن اي ميه حتى لا يحدث تسريب، فهي اسقاط على الكفن، يعني على الاغتيال. ده طبعا بلاغ رسمي مني الى اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية، والى اللواء خالد ثروت رئيس جهاز الامن الوطني، والى جهاز المخابرات العامة، والى اللواء محمود حجازي مدير المخابرات الحربية. الحقيقة انا لا اخاف، ولكن انا بعمل بلاغ. انا زي ما قلت حاطط كفني على ايدي فداء لمصر، وان شاء الله انا هاجي واجيب الكفن معايا على الهوا كده اهو، وهحطه لكم على ايديا، وهقول مرحب باللي عايز يغتالني فداء لمصر، وشرف لي ان اكون شهيدا في معركة ضد الصهيونية العالمية، حيث اسمي سيخلد في التاريخ على أنني حاربت وقاومت وناضلت ضد العدو الصهيوني الأمريكي العالمي الذي يستخدم أدواته في تدمير الأمة العربية، وأن أحد أدواته هو الإرهاب، كما قال الشيخ محمد متولي الشعراوي، واللي أنا إن شاء الله بكرة هزألكم ماذا قاله. وعايز أقول حاجة في نهاية هذه الحلقة حتى يعلم الإرهابيون أنني قد فوضت أمري إلى الله،